صباح الخير أو مساء الخير على حسب التوقيت اللي بتشوفوني فيه. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض العيش، مكونات موجودة في كل بيت بطريقة سهلة جدا. شايفين هيطلع بالجمال ده. جميل جدا. يا ريت قولولي بقى رأيكم في الكومنتات، العيش عمل معاكوا ايه، وهقول لكم على طريقتين للتسوية. يلا بينا. المكونات اللي احنا هنحتاجها 4 كوبايات من الدقيق. من دي علبة كبيرة من الزبادي هاخد منها 125 جرام في حدود علبة صغيرة. كيس خميرة فورية، معلقة من الزيت، معلقة من السكر، رشة ملح، نص كوباية مية دافية، وهضيف كيس الخميرة الفورية. مكونات بسيطة جدا. بعد ما ضفت الخميرة هضيف عليها معلقة من السكر وهقلبها كويس جدا، وبعد كده انا هسيبها على جنب لحد لما تتفاعل الخميرة. دلوقتي بقى هنبتدي نضيف الدقيق، وكمان هضيف عليه الملح ونقلبهم مع بعض، وهننزل بباقي المكونات. هنا بقى هنبتدي دلوقتي نقلب الدقيق مع الملح. طبعا حطيت ملح حاجة بسيطة، وهضيف عليهم معلقة من زيت الزيتون، وهضيف عليهم الزبادي. طبعا دي زبادي كبيرة، مش هاخدها كلها، هاخد في حدود ربع. يعني لو عندكم الزبادي الصغير هنحط طبعا واحدة. هضيف الخميرة على الدقيق وهعجن كويس جدا في حدود 10 دقايق، لان العجن الكويس هو اللي بيخلي العيش حلو معانا. هنعرف منين ان العجينة بقت كده كويسة معايا وهتجيب نتيجة كويسة؟ بتلاقوها بعد كده ان هي بتتلم معانا. شايفين العجينة اتلمت ازاي اهي. شايفين ملمسها؟ هنا طبعا زي ما انتوا شايفين بعد ما عجننا كويس جدا في حدود 10 دقايق هبتدي ان انا هغطي العيش بالاسترتش علشان خاطر يخمر. والنهاردة في الفيديو كمان انا عاملة طريقتين للتسوية. تعالوا بقى نبص على العيش دلوقتي بعد ما اختمر. شايفين العجينة اتضاعف حجمها. جميلة جدا. يلا بينا بقى دلوقتي علشان خاطر هنبتدي ان احنا نقطعها كور متساوية.
زي ما انتوا شايفين انا بقطعه كله سوا واحد عشان خاطر يبقى شكله حلو كده ومقاس واحد. عايزين طبعا تقطعوا اصغر من كده براحتكم. دلوقتي بقى هنبتدي ان احنا نفرد الرغيف، ولما نيجي ناخد الرغيف هناخد اول رغيف اللي في الاول، مش اخر رغيف، لا الاول اول رغيف. الموضوع سهل جدا. بصوا شايفين الرغيف كمان بيترفع معايا، مش بيلزق مني ولا حاجة. ده بقى الرغيف التاني يتفرد بكل سهولة. فعلا العجينة حلوة قوي. وهنا بقى كانت النتيجة. ايه رأيكم؟ شايفين الرغيف حلو ازاي؟ طبعا بنسخن الفرن، مهم جدا يبقى الفرن سخن، وحطاه على الرف الاوسط. شايفين زي ما انتوا شايفين العيش ابتدى يعمل فقاعات. اول ما بلاقيه كده بقلبه على طول. وهنا بعد ما قلبته الناحية التانية بصوا بقى بيعلى ازاي. شايفين؟ بصوا شايفين العلو بتاع الرغيف ازاي؟ جميل جدا. تعالوا نعمل مع بعض واحد تاني. هنا بقى هنبتدي نعمل مع بعض رغيف تاني. الطريقة سهلة زي ما انتوا شايفينها، وانا بقول كل التفاصيل علشان خاطر يبقى معاكم العيش كويس. ان شاء الله تجربوه هيعجبكم، وتكتبوا لي في الكومنتات لما انتوا عملتوه عمل ايه معاكم، قولوا لي. انا هنا قلبته الناحية التانية. شايفين لونه جميل ازاي؟ حلو جدا. كمان لو انتوا عايزين تعملوا حواوشي هتقدروا تعملوه في البيت. لو جيتوا في يوم مثلا احتاجتوا عيش وما كانش عندكم عيش في البيت تقدروا تعملوه. شايفين حلو قوي. لو تلاحظوا ان الرغيف بيجري علشان خاطر العيش خفيف، يعني مش معجن من جوه، عشان خاطر الرغيف خفيف وحلو فهو بيجري مني. بصوا اتمنى فعلا تكون الطريقة سهلة عليكم. تعالوا بقى اقول لكم انهي طريقة افضل. العيش اللي انا سويته في الميكرويف دي كانت النتيجة، وزي ما انتوا شايفين كان جميل جدا. والعيش اللي انا سويته على البوتاجاز دي النتيجة بتاعته برضو كان جميل جدا. شايفين العيش حلو ازاي؟ بجد فعلا يعني في منتهى الجمال. بصوا شايفين الرغيف عالي ازاي؟ انا من رأيي الطريقتين كانوا ممتازين جدا. اتمنى النهاردة فعلا يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير على صفحتكم، واكتبوا لي كومنت قولوا لي ايه رأيكم في الفيديو النهاردة. الطريقة كانت سهلة ولا لأ؟ باي باي.